نفهموا علاقة الشعب الجزائري بالجيش الجزائري على أنها علاقة تاريخية، ما جاتش من فراغ. العلاقة هذه ماشي من فبراير 2019، ماهيش من الحراك، العلاقة هذه قديمة. باش نفهموا العلاقة هذه منين جات لازم نروحوا لثورة التحرير. لذلك الجيش الشعبي الوطني اللي هو سليل جيش التحرير، نروحوا نشوفوا علاقة الشعب الجزائري بجيش التحرير ومن أسس هذا الجيش. هل اليوم تشوف هناك كانت هناك سلطة سياسية اللي أسست الجيش، أم أن العائلات الجزائرية أو الأسرة الجزائرية هي التي أسست هذا الجيش؟ لذلك لما تشوف سليل جيش التحرير الوطني اللي هو تكتل تاع الجزائريين، كانوا في الجبال، كانوا في القرى، وكانوا في المدن، خرجوا كلهم من العائلات الجزائرية وخرجوا دفاعا على تلك الأسر اللي خرجوا منها. كانوا مجاهدين، كانوا يشوفوا أن والديهم يتعرضوا للظلم، النساء يتعرضوا للظلم، لذلك خرجوا وأسسوا جيش هو الجيش الشعبي الوطني. لذلك لو تشوف أنه في وقت الثورة الجزائرية كان الجيش الشعبي الوطني ما كانش عنده سكنات يبات فيها، ما كانش جيش، هو جيش لكن ما عندوش كازرنات، ما كانش كاين سكنات. شكون هي اللي كانت سكنة الجزائرية؟ السكنة الجزائرية هي كانت العائلة الجزائرية. القاعدة الخلفية لجيش التحرير الوطني هي كانت بيوت الجزائريين، وكنتوا كلكم تشوفوا في بعض الصور أنه الأم الجزائرية اللي كانت في الأسرة هي اللي كانت تطيب الكسرة. دونك لذلك المطاعم اللي كان يفطر فيها الجيش الشعبي الوطني، الجيش التحرير الوطني اللي أعلن الجيش، كانت المطاعم تاعهم كانت بيوت الجزائريين، وين كانوا يرقدوا المجاهدين، وين كانوا لما يعياو وين يتخباو. لذلك القاعدة الخلفية لهذا الجيش هو الشعب الجزائري. والعلاقة التاريخية هذه هي اللي تفسر أن اليوم العلاقة بين الشعب الجزائري والجيش الجزائري هي علاقة ممتدة في التاريخ الجزائري. كيقولوا الجيش الشعبي الوطني هو سليل جيش التحرير، كذلك العلاقة بين الشعب الجزائري هي سليلة علاقة الشعب الجزائري في الثورة الجزائرية. كانوا المجاهدين كلهم خرجوا من الأسر الجزائرية. لذلك الفرق بين أنك تكون عندك سلطة سياسية تأسس جيش عن طريق توظيف جنود أو عسكر، في الجزائر لا، في الجزائر العائلة الجزائرية والشعب الجزائري هو الذي أخرج المجاهدين من بيوتهم دفاعا على الشعب الجزائري. لذلك الشعب الجزائري هو الذي أسس هذا الجيش من خلال عمل الحركة الوطنية، وكانت هناك يعني مسار طويل شاركوا فيه رجال الجزائر، من بينهم اللي راهم اليوم نعرفهم الشهداء. ثم بعد الاستقلال هذاك الجيش هو اللي راه اليوم الجيش الشعبي الوطني. لذلك لا تندهش لما تشوف أن العلاقة الشعب الجزائري يحترم هذا الجيش ماشي من فراغ. الشيء هذا كله على أن هذا الشعب هو الذي أسس هذا الجيش، وهذا هو الشيء اللي يفسر أن الجيش الشعبي الوطني في 2019 في الحراك تاع 22 ما سالت حتى قطرة الدم. لماذا؟ لأن هذا الجيش هو في حماية هذا الشعب. العلاقة بين الشعب والجيش هي علاقة تاريخية وبدأت قبل، كيقول لك نديت مثال فقط على ثورة التحرير، لكن الشيء هذا كان قبل ثورة التحرير، وكان كذلك في الأسطول. وحتى كي نتكلموا على الجيش ربما في فيديو آخر رايحين نحكيو على الجيش على مر العصور، كيفاش كان هذا الجيش اللي عنده امتداد حتى النوميديا. وعلاش نوميديا؟ ثم في الوقت الأمير عبد القادر انه في كل مرة الجزائري هذا ولد الأرض هذه لما يحس أن التراب هذا راح يدخلوا الأجانب، لذلك الفلاح راح يولي أنجري، راح يولي محارب. لذلك كانت عدة محطات وأمثلة. شكرا جزيلا على وسمحوا لي على الإطالة، والسلام عليكم.